السلام عليكم، تحية طيبة من مطبخ أم بنونة. أتمنى متابعيني الطيبين يعذروني لأن جاي أتأخر عليكم كلش بالفيديوهات. هاي خليت لكم مقتطفات بالبداية بسيطة، لأن هاي الفترة أمس كان الجو عندنا احنا بالبصرة ممطر، فيمكن هاي آخر مطرة لأن الصيف على الأبواب. اليوم سويت لكم فيديو جدا بسيط، طريقة عمل الصلصة الحارة اللي هي ناس تسميها الشطة، ناس تسميها الدقوس، ناس تسميها صلصة، لها عدة أسماء، ناس تسميها المعبوج، فكل من له اسم. المهم راح أسويها اليوم وياكم بطريقة بسيطة جدا وراح تعجبكم. بنفس الوقت نسوي شوي الدجاج واطبخ الرز أو التمن ثواب الوالدين أبو بنونة. فإن شاء الله راح تعجبكم هاي الصلصة وراح تعتمدونها بكل أطباقكم، تفيد للكبسات، تفيد لأي شيء تردون تسوونه. طبعا هي تسوي بطريقتين أو أكثر من طريقتين، بس أنا أسويها بهاي الطرق. طبعا إذا عندكم هاي الخلاطة، إذا ما عندكم أو ما تقدرون تسوون بيها، تقدرون تسوون بهاي المطحنة العادية مالت محضرة الطعام. راح نجيب فلفل حار، أي فلفل موجود عندكم، أخضر أحمر كله يصير. راح أفلسه، أشيل من عنده هذا العفو مالت الراس، وراح أخليه تردون تطلعون من عند البذر هم يصير، أو تردون تخلونه بالبذر مالته هذا الحار. هاي أخلط من عندي أنا دائما مجموعة وأخليه عندي بالثلاجة. كل ما أريد أسوي صلصة آخذ من عنده ملعقة أو ملعقتين، تقدرون تفرزونه. أنا أفرزه أخليه بالفريزر وآخذ منه وقت الحاجة. هسه طبعا اليوم راح أسوي بطريقتين. ذيك الطريقة سريعة، خليت بس طماطم وقليل من الشطة المطحونة. هاي الطريقة لا، هاي راح أخلي 4 طماطم، 4 حبات، وراح أخلي ملعقتين كجب وملعقة معجون، وراح أخلي وياها ملح، وأخلي ملعقتين زيت الزيتون. راح تعطيني طعم كلش طيب. طبعا هاي الصلصة يعني أحلى من الجاهزة بكثير. راح أطحنها بمحضرة الطعام، راح تفيدني. أخليها هسه أنا رأسا راح أخليها على النار. إذا أريدها تبقى عندي أسبوع أخليها على النار، أما إذا أريدها أكلها يعني بنفس اليوم اللي سويت هاي، هنا كتبت لكم على مود ما تنسون المكونات، كتبتها هنا على الشاشة. إذا تردونها مال يوم واحد، اليوم أنا مثل أريد أستخدمها كلها، خلاص ما حاجة تفورونها على النار. تقدرون تسوونها بس الطماطم وتخلون وياها ملح وتخلون الفلفل الطحنتو. بس أنا هنا راح أسوي هاي الطريقة على مود تستفادون منها. راح أخليه على نار بس تتبخر الماي مالته، يبدأ عندي يسبك مثل ما شفتوا. خليته بالهاي المقلاة الستيل، خليته على الطباخ وخليته ياخذ تقريبا هيجي 4 دقائق 5 دقائق بس بدأ يسبك عندي. أنا هنا مخليه مثل ما كتبت لكم معجون، ومخليه شطة حارة، الصلصة اللي مسويتها أنا سابق مسويتها. فخليت ملعقة شطة، وخليت ملعقة معجون، وخليت ملعقتين كجب وملح، وملعقتين زيت الزيتون، وقليل جدا من الثوم. وإذا ما تحبون الثوم لا تخلونه، راح تطلع عنده يعني عندكم فالصلصة جدا راقية تفيدكم. ونفس الطريقة هاي تقدرون ما تخلون شطة يعني فلفل حار، تقدرون بس هاي المكونات كلها ونفس الطريقة تستخدمونها للبيتزا، تستخدمونها للمعكرونة، أي شغلة أنتم تحبون بها تضيفون صلصة. فإن شاء الله تعجبكم. شوفوا هنا أنا عندي جهزت. طبعا تقدرون تخلونها بعلب زجاجية، تسوون يعني تقريبا إذا تردون هواية تسوون فد كيلو وين 3 طماطة، وتخلون هذا الفلفل وهاي المكونات وتخلونها بعلب بالثلاجة، أو تخلونها تخزنونها الرمضان. بس هنا أنا سويت لكم فد شي بسيط، يعني 4 حبات طماطم، وراح نخليها ويا الغداء. طبعا طلعت فد شي طعمها يجنن، عجبتهم البيت. هذا شكلها يعني اللون ما شاء الله، والطعم بعد أطيب بهواي، يعني أحلى من الشكل. وهنا أنا راح أسوي وياها الدجاج أشويه بالفرن. أنا هاي طريقة الدجاج الشوي منزلتها لكم، موجودة اللي يحب يعني يشوف أخلي له رابط إذا تحبون، موجودة على القناة تقريبا 7 أو 8 طرق للشوي الدجاج يعني، والتتبيلات مشكلة. فهسه راح أسويها. هاي هنا خليتها هنا طبعا غسلتها ونظفتها، موجود الفيديوهات موجودة عندي الطريقة كلها شارحتها، وخليت وياها خضروات وقليل من الزيت، وسويت تتبيلة. التتبيلة موجودة على القناة، وتحبون إذا تحبون كتبون بالتعليقات أكتبها لكم صندوق الوصف، أو أخليلكم الرابط مالتها. فهنا أنا خليت هاي أي نوع خضروات أنتم تحبونه تخلونه، والصلصة والدجاج مغسول وجاهز ونظيف.
ومخليته قليل من الخل والليمون على ما تطلع الزفرة والملح. بعدها أسمع عليه وأخلي هاي الصلصة هسه هي تشكلها الصلصة، خليها يعني ويا الدجاج. أبدي أتبله بيدي مثل ما تشوفون، وبعدها راح أخليه بالفرن على الرف الوسط. أهم شي الفرن يكون عندكم مسخنينه من البداية، يعني ساخن، وخلوه على درجة 180 190 حسب الفرن مالتكم أو الأوفن. فراح أخليه أنا تقريبا ساعة ونص أو أكثر، ما مستعجل عليه، على ما يعني أسوي شغلاتي اللي عندي وأكمل شغلي، أرجع لي ألقاه مستوي جاهز. راح أطبخ وياه تمن، أخلي تمن ويا هيل ودارسين. هذا التمن طبعا ما طلعت لكم طريقة لأن موجودة على قناتي أيضا، كلكم تعرفون تطبخون التمن أو الرز. خليت وياه دارسين وهيل وقليل من، وهنا أنا راح أضيف له قليل جدا من الكركم مثل ما شفتوا، يعني لونه يكون مايل للبياض، والدارسين والهيل والملح، وراح يطلع عندي روعة. وهنا مثل ما شفتوا جهز عندنا الدجاج، ما شاء الله تبارك الرحمن، فد شي طعمه جدا راقي. مثل ما شفتوا أحبابي ما شاء الله تبارك الرحمن، طلع طيب كلش راقي وطعمه يجنن. وخليت له هنا أنا ضفت له بالنهاية دبس الرمان، بابا نونو يحبه. وهذا التمن مالتنا ما شاء الله مثل ما جاي تشوفون، كل حبة لوحدها، وطعمها جدا راقي بطعم الدارسين البسيط والهيل، يعني ما تكثرون، شي جدا بسيط، والقرنفل، ومثل ما قلت لكم خلوا له فد شي جدا بسيط من الكركم، يعطينا هذا اللون البسيط الهادئ. فبهذا الشي وبهذا الفيديو خلصنا. ان شاء الله عجبكم الفيديو مالتنا، ولو هو بسيط جدا، بس ان شاء الله راح تستفادون من هاي الصلصة، راح تفيدكم لهواي امور وهواي ترتيبات. تقدرون تسوونها نفسها مثل ما قلنا بس بدون فلفل، يعني بدون ما تخلون شطة، راح تفيدكم للمعكروني وتفيدكم للبيتزا. واذا تردونها بيها فلفل يعني شطة تخلونها للكبسات وللأكلات. أتمنى عجبكم الفيديو مالتنا، وبنهاية الفيديو أتمنى تسامحون لأن جاي أتأخر عليكم ظرف صحي، لأن شوية مشغولة ويا بابا نونة شوية رجلي صارت بيها مضاعفات، فأتمنى تندعوا له. ممنونة من عندكم خالتكم بنونة.